عسلامة ومرحبا بكم أعزائي المتابعين. تحدثت الفنانة التونسية منال عمارة خلال استضافتها في برنامج فكرة سامي الفهري بتأثر كبير عن صديقها الفنان نور شيبة الموقوف منذ أكثر من سنة. وتحدث منال عمارة متأثرة بالبكاء عن العلاقة المتينة التي تربطها بالفنان نور شيبة، معبرا عن اشتياقها الكبير له، وقالت: صعيب برشا باش دموعي طابت في التلفزة، نور شيبة توحشناه برشا والعائلة الفنية الكل توحشته. وأضافت بعد تمرير تسجيلات كان قد أرسلها لها نور شيبة: التسجيلات اللي كنتوا تسمعوا فيها كنا متفاهمين بعد رأس العام باش نسجل أغنية هي تتفتق كتبها ولحنها نور شيبة اسمها وها عليا. وعبرت عن حزنها الشديد بسبب ما حصل معه، متمنين أن يغادر نور شيبة السجن في أقرب وقت ليعود إلى الفن ويروح ويخرج ونعمل أغنية ويلقى الجمهور مازال يحبه ومستنيه. أنا عمري ما طيش خويا نور، كان تعطيه في فرح يجيك بلاش، كان الجمعية خيرية يمشي بلاش ويعاون الزوالي برشا ويفرحوله، وإن شاء الله ربي يخلص وحل نور شيبة.